انا احمد، وده فلوج الرد على الاسئله، وفي نفس الوقت فلوج بصور لكم فيه الدنيا. هو انت جيت امريكا ازاي يا جدعان؟ انا مش جاي لوحدي. توضيح بس عشان ناس كتير فاكره ان انا جاي لوحدي وكده، لا، انا جاي مع اسرتي وجاي لوتري 2024. اللي هم مقدمين في 2022، بس سافرنا في 2024 السنه دي. تمام. انا في ولايه كاليفورنيا. السؤال برضه اتسال كتير جدا. ولايه كاليفورنيا، ازاي اسافر وانا صغير زيك؟ انا عشان كده بقول لكم انا مش جاي لوحدي، انا جاي لوتري مع اسرتي. دي الطريقه اللي انا جيت بيها. تمام. لو عايزين فيديو بالتفصيل عن الموضوع اللي هو احكي لكم بقى بالتفاصيل بقى ازاي اللي حصل وكده، فاكتبوا لي. بما ان انا جالي سؤالين عن المدرسه فهجاوب عنهم وانا جوه المدرسه. اول سؤال: هل المدرسه فيها علمي وادبي؟ ويا جماعه لا، ما فيش علمي وادبي. هو الفكره كلها ان انت في مواد ثابته بتاخدها طول انا بتكلم عن المدرسه الثانويه. تمام. في مواد ثابته بتاخدها طوال السنين بتاعتك. تمام. وانت بتختار بعض المواد من اختيارك. ده الفرق بينها وبين مصر. مفيش حاجه اسمها علم وادبي، انت بتختار موادك. يعني تقريبا نص المواد ثابت ونص المواد انت بتختاره. جالي برضو سؤال بخصوص المدرسة. هو التعليم صعب عندك في أمريكا ولا لأ؟ لا، التعليم مش صعب، ومقارنة بمصر هو أسهل بكتير. ويمكن يعني ممكن نقول إن هو في مرحلة ما، يعني أنا يعتبر في ثانوي وباخد حاجات أنا كنت باخدها في إعدادي في مصر، فلا أسهل بكتير من مصر. ده لو أنت لغتك كويسة. لو لغتك فيها مشاكل ممكن تعاني شوية، ولكن لما لغتك تتحسن هتلاقي إن الموضوع سهل جدا. عشان كده انت لو هتيجي امريكا مستقبلا يعني حسن الانجليش بتاعك، عشان لما تيجي تلاقي ان الدراسه سهله. الدراسه تبقى سهله لو انت فاهم اللي بيتقالك. انا اراهن ان انت خدته قبل كده في مصر كله. تمام. فالموضوع صدقني اسهل من مصر لو انت عندك لغه كويسه. مش بقول ان اللغه تكون بيرفكت، بس على الاقل تكون اللغه قادر انك تفهم الكلام اللي بيتقالك. بس كده. وبرضه لو عايزين نعمل فيديو معين، يعني فيديو خاص بس ان انا اشرح لكم الموضوع الثانوي ماشي ازاي والمدرسه ايه نظامها وكده، فاكتبوا لي في التعليقات. وبالمناسبة اي سؤال زي ما قلت يا ريت تكتب في كومنت او تبعت لي على انستا او فيسبوك، هتلاقيهم دلوقتي احنا جينا للسؤال اللي خلاني بنسبة كبيرة اعمل الفيديو ده. سؤال يعني من غرابته شجعني ان انا اعمل فيديو ارد فيه على الاسئلة. واحد بيقول هما بيبوسوا بعض في المدرسة عادي وكده، يعني مفيش مشكلة. حبيب قلبي انت هنا في امريكا. انا بس قبل ما اقول الاجابة، هو انت يعني انت السؤال ده يعني مثلا هل انت لما تيجي هتبوس يعني ولا؟ فهمني الموضوع برضو. تمام. طيب ما علينا. المهم دلوقتي هل فعلا ده بيحصل ولا لا؟ بيحصل وحصل قدامي كتير وعادي بالنسبه لهم. وكمان انا اصلا النوفل او الروايه اللي بقراها في حصه الانجليش فيها مكتوب فيها ان انت يعني ولد اللي هو اسمه اري بيقول البنت بتقول له يعني انت عمرك ما بوست بنت قبل كده؟ متخيل ان ده اللي متعلمه؟ فانت فاهم، فدي اهانه ان انت ما بوستش بنت. ازاي ما بوستش بنت؟ يعني بس انا اظن اجابتي واضحه. اظن الاجابه بانت كده طالما قلت لكم الحوار ده. فهنا كل حاجه مفتوحه للاسف، واللي انت عايز تعمله هتعمله، فربنا يعافينا. سؤال مهم جدا وبيتسأل لي كتير. هو مش بيتسأل لي، هو بيتعرض عليا: يا احمد الثامبنيل بتاعتك ضعيفه شويه وهعمل لك مونتاج وثامبنيل وكده. يا جماعه انا لسه بادئ القناه، ما فيش دخل ليا من القناه، مش بركز في اول حاجه زي كده. يعني انت ممكن لو عايز تعمل، انا مش هقدر اديك حسابك من ده شغلك، فاهم قصدي؟ ف... فانت لو عايز تعمل لي حاجه محترمه فور فري فبراحتك. فلو انت عايز تعمل لي حاجه ببلاش، اعمل لي حاجه وهي حلوه فبراحتك. الناس ان انت عايز تضيع مجهودك فاللي انت عايزه. عموما لو عايز تعمل لي حاجه فور فري من غير فلوس، فممكن تبعت لي على الانستا او الفيس تيك توك، هتلاقيهم في الوصف عادي، مفيش مشكله. طيب في سؤال بيقول هو انت ليه بتحط اعلام مش تمام على طول على الثumb؟ يا جدعان انا بحطها مجرد لف نظر، ما تلاقوش والله، انا عادي والله، بس هو مجرد لف نظر. يعني ده اصلا اللي على كده بيثبت لي ان الاستراتيجيه نجحت، ان انت لما شفت الموضوع دوت، شفت الصوره دي، دخلت على الفيديو. فهو مجرد لفت نظر بس، او لفت انتباه، اللي هو تشوف ايه ده، كاتب عربي وحط علامهم. طب ما نخش على الفيديو نشوف ايه. بس انما الفيديو ملوش علاقه بحاجه زي كده اكيد يعني. ودلوقتي اظن ان ده وقت مناسب ان انا اقول لكم ايه هي المفاجاه اللي انا محضرها لكم بقالي بتاع شهر ما اقول لكم يعني. بصوا بكل بساطه، الناس اللي عارفاني من زمان عارفه ان انا كان عندي يعني زي مؤسسه تعليميه، فانا كنت موقفها. فالمفاجاه مش ان انا هرجعها، بس المفاجاه ان انا هرجعها، وهرجعها تبقى ان شاء الله بنظام مختلف، هيبقى عليها كميه كورسات ان شاء الله. في المستقبل الكورسات هتزيد، وانا لسه هي حاليا ما تمش اطلاقها بشكل رسمي، لكن لسه هي ممكن في اول السنه في شهر 1 او شهر 2 هتبقى يعني بشكل رسمي موجوده انك تقدر تخش فيها. الفكره بقى ايه المفاجاه بقى؟ ان حضرتك انت دلوقتي بتتفرج على الفيديو دوت، صح؟ فانت في ايدك انك تاخد شهر مجاني في المنصه،
وعشان تبقى فاهم، شهر مجاني مش هتبقى لشخص واحد بس، هتبقى لحوالي 5 اشخاص. طب ايه الشروط؟ كل عليك يا باشا انك تبقى عامل سبسكرايب للقناه، تمام، وكاتب كومنت على الفيديو ده. بس لو كسبت ان شاء الله ممكن نعمل السحب في لايف بعد كده، لما ان شاء الله نطلق المنصه بشكل رسمي، ممكن نعمل زي لايف نعمل فيه سحب على الناس. ف5 هيكسبوا شهر مجاني، وشخص واحد بس هيكسب الاشتراك الدائم، اللي هو انت هتبقى معاك المنصه كل كورساتها سواء بتنزل او بتتمسح، كل حاجه فيها للابد، تمام. ف اتاكد انك عامل سبسكرايب ومفعل الجرس عشان لما نعمل لايف ان شاء الله في السحب. اكتب كومنت لو انت عايز تخش في السحب سواء على ده على ده، مجرد ما تكون مشترك وكاتب كومنت هدخلك في السحبين، ما تقلقش. اعمل الشروط واستنى مني ان شاء الله قريب لايف هيكون فيه السحب. ده كان فيديو النهارده، رديت على بعض الاسئله. لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتس او اكتبه لي على الانستا او على تيك توك او اي منصه يعني سايبها لك في الوصف، وانا هرد ان شاء الله. ممكن اتاخر في الرد يا جماعه اعذروني، بس هرد برضو، هحاول ارد على كله. واشوفكم في فيديو جديد، فيديو التلات بقى ان شاء الله. مع السلامه.